الور غادي ندخلوا في الشخص الثاني، المجرم الثاني. وهذا بورجوازي في القضيه ديال الغنائم ديال الصحراويين. سميتو البشير مصطفى السيد. شوف الكماره ديالو كي دايره حتى هو. شوفوا يا عباد الله، يا عباد ربي، شوفوا الكماره ديال هذا البشير مصطفى السيد كيفاش دايره. هذا الارزاق كامله كاع اللي كانت عنده شي حاجه في الصحراويين اللي هما كانوا رحال وداوهم كمحتجزين، هذا جمع داك الارزاق ديالهم. وزاد جمعوا الفلوس بزاف ديال المواد الغذائيه اللي كيعطي المنتظم الدولي والجمعيات والهيئات الدوليه اللي كيصيفطوا ديك الاعانه للتندوف. داوها هادو ولاد الحرام. هذا ماشي خو اللي راه اسس خو الوالي مصطفى السيد. نعم اسس بوليزاريو. نعم. شتانا بين الشخصين، شتانا بين الاخوين. طبعا مصطفى الوالي السيد كانت عنده مده قصيره، كانت عنده البروغرام ديالو، البرنامج ديالو كانت عنده مده قصيره، ولكن ملي وصل عند الجزائريين وسلحوا وقالوا له شنو غادي دير، قراها وجمع دوك المجموعه ديالو وقال لهم شوفوا هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير، راه ربما غادي يولي علينا هذا الشيء بشي كارثه. دونك عندنا غير فتره زمنيه قليله ما كنولوا نرجعوا للوطن ديالنا المغرب. ما حدنا رحنا نجموا عقلان. هذا الوالي السيد، الوالي هو الوالي مصطفى السيد. التاريخ. الور ملي حط الفكره، وهذا الوالي مصطفى السيد ملي نحط الفكره شموه الجزائريين قتلوه في الزويرات. قتلوه في الزويرات، طائره حربيه جزائريه، عطاوه صافي قتلوه. هنا هذا خوه البشير مصطفى السيد حاول يشد المنصب ديالو، ولكن هذا شنو دار؟ قال في عود باش غادي نبان على الصوره ونبان انا الرئيس ديال البوليزاريو، راه ما غاديش ممكن ما نجمعش الدراهم فلوس. خلى راسو. الجزائريين شنو داروا محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز هو اللي حطوه، عبد العزيز المراكشي هو اللي حطوه على اشراف الرئاسه ديال المرتزقه. هذا قيقرا حسابه. هذا البشير شنو عطاوه؟ منصب الخارجيه، المناصب الخياليه. كيحسبوا راسهم راهم شادين المناصب في الحماده. يعني شنو دار؟ بقى كيجمع الفلوس. وزير الخارجيه هذا البشير مصطفى السيد، هذا تكرفس على الناس، تكرفس عليهم بطريقه دبلوماسيه ما كيبانش في الصوره، باش زعما خاطيني انا ما ماشي خلى راسهم قيد. ولكن باندي اسكرو باندي اغتنم الفرص في المواد الغذائيه، واغتنم الفرص في الاعانات، واغتنم الفرص في الحيوانات ديال دوك الصحراويين، حتى ولا بورجوازي لاباس عليه. تصور نتايا واش يقول لك هذا في الحماده كان في عوينه بالقرع عنده اكثر من 300 جمل كتسرح في الحدود ديال مالي، واحد في الخيمه ما لقاش ما ياكل، وهذا امام عيوننا. انا اللي اسير جندي اسير وكنشتغل في وسط المخيم، وكنشوف المخيم كيموتوا بالجوع، وكتشوف مراه والتركه البز نتاعهم كيموتوا بالجوع، وهذا عنده 200 جمل 300 جمل، بغض النظر على المعايز وعلى هذا. من اين لك هذا؟ وهو غير ديال كاينين صحراويين اللي كان الرزق ديالهم دالهم، وملي كيشوفوه كيقول لك شوف رزقي اللي كان عندي في الاراضي ملي كنت في المغرب، في الاراضي والمناطق المغربيه رزقي داوه لي. شوف اذا غير حسب ما ذكرت على ابراهيم مغالي وعلى مصطفى السيد كيبان هادو ماشي حركات تحرر او تحرير، لا مرتزقه هادو، يعني لا اخلاق لا والو. لا، ليس لهم مقومات ديال الحركه التحريريه، وليس لهم اخلاق اصلا. هادو عصابه اجراميه وكيرتكبوا جرائم في حق الانسانيه في تندوف تحت اشراف النظام العسكري الجزائري، تحت اشراف النظام الضباط الجزائريين. وهذا الشيء هذا يرتكب في حق جنود مغاربه كانوا كيدافعوا في الصحراء المغربيه، كيتكرسوا عليهم، كيتعذبوا عليهم. ومن بعد هاد الاسرى هادو عبدوا ربي جلال السميده اللي كيخاطبكم اخواني المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. نتكلموا على المجرم الثالث.
ديال هذا العصابه هذه ديال القتاله، هذا يقولوا له المحجوب فريطس. هذا كمرت الشر، هذا تا هو من هذه العصابه اللي غادي تشوفوه في الصوره. هذا من القتاله ديال الصحراويين، ما تيقتلش المغاربه. هذا ما كيبغيش يبان. علاش ما نفصلوش ما بين الصحراويين والمغاربه؟ ملي كنتكلموا الصحراويين، راه الصحراويين كاينين مغاربه وكاينين الصحراويين انفصاليين، باش ما الناس باش ما يمشيوش غالطين في هذه القضيه لا هذه. طبعا، انا ديما كنتكلم على الصحراويين المحتجزين المختطفين. نعم. ما المغربين. نهضرش انا على المرتزقه راه صحراويين جزائريين، صحراويين موريتانيين، ماليين، راه كلشي تمايا. مزيان. لكن انا كنهضر لك على القتل والتعذيب ديال المحتجزين، الصحراويين المحتجزين مزيان. المختطفين مزيان. اللي تخطفوا من الاراضي المغربيه. مزيان. هذا واش كنهضر مزيان لك. التوضيح. هادو باش اخواني المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن تفهموا. حتى الاخوان الصحراويين يفهموا مزيان اللي في المناطق داخل المغرب واللي خارج اوروبا. لان حنا ملي كنتكلموا على المغاربه كنتكلموا من طنجه للقويره، اي واحد من هذه المنطقه راه مغربي، مغربي طبعا. سواء كان صحراوي او جبلي طبعا مغربي او كذا او كذا او كذا، راه طبعا. مغربي. هذا محجوب بريطس. هذا كيقتل غير الصحراويين. هذا خاطيه بالاسرى المغاربه. ما هذا صحراوي شم فيه الريحه، جاي من فرنسا، جاي من هولندا، دخل المخيمات، جابوه للمخيمات. لخاطر كاين بزاف ديال الصحراويين اللي باش تكون على بالكم اخواني المغاربه، راه كانوا ناس صحراويين مغاربه كانوا في اوروبا ومشاو عندهم هاد المرتزقه حتى لاوروبا، وبقاو عليهم بالكلام وتجبدوهم. قالوا لهم قوموا غير بزياره للمخيمات وشوفوا كيفاش راهم دايرين الصحراويين وكذا، ورجعوا في حالاتكم سيمانه 10 ايام غادي تشوفوا المخيم كيفاش داير وترجعوا. يوصلوا للمخيم يحيدوا لهم لي باسبور، يحيدوا لهم الورق، كل شيء تحت الرعايه ديال نظام الكبرنات في الجزائر. يا لطيف يا لطيف. هذا والله العظيم الا منين شاهدت انا هاد الناس هادو جاو من اوروبا كانوا لاباس عليهم، ومنين جابوهم من المخيمات حيدوا لهم الوراق، حيدوا لهم الباسبورات، قالوا لهم غادي تقريو لنا تركتنا هنا في المدارس في المخيمات، ما كاينش الرجوع لاوروبا. وداو لهم رزقهم وقتلوهم. قتلوهم كان من بينهم هذا كمارة الشر، هذا المحجوب بريطس اللي تشاهدوه في الصوره. هذا يا لطيف، هذو كمارة الشر. وهاد المجرمين حنا اللي اسرى جنود مغاربه وسجناء. حنا لاخاطر كنشتغلوا في الارض في التيران، حنا كيشتغلوا بينا في الاعمال الشاقه، كنكتشفوا هاد الحوايج مع السنين، بقينا كنكتشفوا هاد الحوايج هادو. دونك غادي نرجعوا لواحد اللي سميتو المحفوظ علي بيبه. المحفوظ علي بيبه كان رئيس ما يسمى بالبرلمان ديال بوليزاريو. هذا كان غني حتى هو في هذا المجلس ديال ما يسمى بمجلس البرلمان ديال بوليزاريو. كانوا غير مقطعين، لابسين التريه ديال الجزائر متقوب، حتى ولاو بالكاتكاتات، ولاو بالفلوس، ولاو بلي كونط، ولاو لاباس عليهم، داروا الفلوس حتى ولينا. هذا كان كيدخل علينا السجن. هذا المحفوظ علي بيبه كان يدخل علينا السجن، وكان هو كيستفزنا غير بواحد القضيه وحده. كان يدخل عندنا السجن ويدير الرزه. والرزه معروفه على المغاربه كيديروا الرزه، هو تيقبض اللتان ابيض وما تيضربوش كان قاب، لا كيضربوا رزه فوق راسو ويدخل عندنا للسجن. كان يسولنا ويهضر معانا، وكنقولوا له واش تبغينا نهضروا معاك كسجناء ونقولوا لك داك الشيء اللي في قلبنا على المغرب، ولا بغيت نهضروا معاك وبغيت تسمع منا كلام على اني راني عبد عندك وسجين. كان يقول لنا لا، داك الشيء اللي في خاطرك قولوا. المغرب شنو هو باش يتميز المغرب اصلا؟ نقول له انت راه قاري في المغرب اصلا. دا كيقول لك بور لانستو حاليا يعني المغرب فين وصل وكيفاش داير، وتيدير عندنا الرزه وكيقول لنا هذه ملي كيدير ديك الرزه فوق راسو كيقول لنا هذه فين كدار. كنقول له هذيك معروفه الرزه المغربيه بالنسبه له جاده عندنا في وجده 33 تور كان يديرها عبد الله المكان الله يرحمه. شحال واحد واه كيبقى المهم كيدي ويجيب معنا في الكلام، كيخدم ديك الدبلوماسيه البرلماني. ما هو كيدير رئيس البرلمان ديالهم وكيخرج، لكن ولا اغنى واحد راه مات. محفوظ علي بابا مات، مشى
مشى بحالو، فهمتي. دونك هنايا غادي نرجعوا، غادي نشوفوا العصابه المجرم الاخر الكريمينير هذا سميتو سيدي احمد ولقبوه بالبطل. هذا معروف وغني عن التعريف، لا على صحراوه لا على بوليزاريو ولا على الجزائريين. سيدي احمد وزادوا له البطل، عينيه بجوج ديناهم له في الوركزيز كيفاش ديتهم؟ بالقرطاس. كان يعني فقد البصر ديالو في العمليه العسكريه. هو سميتو سيدي احمد ودخل كان ماتني، هو كان مات تحرق، جا فيه رافال في السياره ديالو، كان تحرق كامل وبقى حي، ولكن العينين ديالو دابوا مده وهو كيداوى في عين نعجه في الجزائر العاصمه. نهار برا عينيه ما كاينينش، ولكن كريمينير فاش توا في الاغتصاب ديال الطفيلات ديال الفتيات، عنده عقده جنسيه، ما يخليش وحده على وضو في المخيم، هو ما يشوفش، قول لي كيفاش كيدير ليهم. وهذا على سمع ودني انا عبد ربي اللي كنتكلم معكم، وعلى شفت عيني خدام في مخيم، انا خدام في مخيم 9 يونيو، انا مشتغل في مخيم 9 يونيو كنضرب البالا. هو نقودو واحد فيد نقودو غادي به، سمع طفله قالت، عيطت عليها صاحبتها من الخيمه قالت لها راعيلك راه خاط من هون. هو يقول لصاحبه يقلع عنك مولاك، الطفله زينه وعرفتها من صوتها، دخلني لخيمتها. حاسه السمع خويا، عنده حاسه السمع. واحد المغتصب، واحد الجيبه، واحد الكلب، راه ما يغفرلوش الله. هذه عقده ديال جنسيه كبيره هذه. طبعا هو يعني هذا دخل مرض مرض اصاحبي، هذا دخل بكتيبه ديالو، دخل معنا في الكروشاج، ما رجعتها واحد من الكتيبه ديالو. قبيله قلنا على ابراهيم غالي اللي شافها ديالو، هذا اللي سمعها ديالو، وهذا اللي سمعها، لخاطر شوف ما عندوش اللي سمعها ديالو بالصوت. هذا مجرم حتى هو، ولكن كلا العصا مزيان بالاخر ديالو. هذه مجموعه ديال امراض نفسيين هذو معقدين. الشيء هذا ماشي طبعا ما كيتحركوش على القناعه والفكره. لا شوف هو استاذ، شوف هو شكون اللي فتح لهم المجال؟ النظام الجزائري في وسط المخيمات. افعل ما شئت، افعل ما شئت. وابار العسكريين الجزائريين اللي كيدخلوا يروتلوا في الخيام بالسيارات ديالهم والتري ديالهم، هما منين يشوفوا العسكريين الجزائريين خلاص يذوبوا، اما يديروا اللي بغاو فيه. الطيور على اشكالها.